بكم في حلقة جديدة من صندوق الإسلام. توقفنا في اللقاء السابق عند قبيلة خزاعة اللي هجرت من اليمن وبنت الكعبة وجابت أصنام من الشام وحطتها هناك وجعلت مكة مبدئيا مركز للوثنية في الجزيرة العربية. بعديهم بشوية هجرت مجموعة من القبائل سمت نفسها فيما بعد أو أطلق عليها فيما بعد قريش، أيضا من اليمن إلى مكة. من اليمن يعني لا علاقة لهم لا بإبراهيم ولا بإسماعيل اللي زي ما قلنا كانوا في شمال الجزيرة أو في فلسطين. بعد فترة عاشوا مع بعض، دول يمنيين ودول يمنيين، فعاشوا مع بعض فترة في سلام لحد ما فيه واحد اسمه قصي ابن كلاب جه من الشام. خلي بالك من الشام. مين قصي ابن كلاب؟ حسب القصص الإسلامية هو الجد الخامس لمحمد، وهو من قريش بس لسبب يعلمه الله ما اتولدش في مكة. بيقولوا ان أمه وهو صغير تزوجت من رجل من قبيلة قضاعة وراحت معاه على الشام، ورجع قصي وهو لسه شاب يافع يعني 18-19 سنة إلى قريش، يعني ما بيتكلمش عربي كويس، لسه صبي. ومع ذلك قصي بن كلاب يصير زعيم قريش فجأة، محدش عارف ازاي وليه. احنا عارفين بقى القبائل العربية الراجل يكون كبير في السن عشان يبقى ايه، هو زعيم القبيل، فازاي شاب لسه يعتبر مراهق يبقى هو زعيم قريش؟ لغز غريب بيحكيه كتاب لذيذ جدا لما تقراه، اسمه المنمق في أخبار قريش. افتح كتاب المنمق في أخبار قريش لابن حبيب وبالتحديد صفحة 42 وشوف قصة قصي بقى زعيم مكة ازاي أو زعيم قريش ازاي. قصي كان فيه تاجر حبشي كان بيمر بتجارته على مكة. ابن حبيب بيحكي ان قصي تتبعه لحد ما ساب مكة ومشي وقتل وأخذ كل الكنوز اللي معاه، وبذلك أصبح أغنى واحد في مكة. يعني بداية قطع الطريق اللي احنا هنقابله بعد كده في تاريخ الإسلام كثيرا جدا، السطو على ما ليس لك والسطو على الأشياء التي ليست من حقك. لما أخذ الفلوس بتاعة التاجر الحبشي خلاص بقى السن ما يفرقش، وان هو ما بيتكلمش عربي، وان هو ما ترباش في مكة اساسا، كل ده ما لعبش اي دور. بيزنس بقى. فكانت الخطوة اللي جاية بعد كده ان قصي كان عايز يطرد خزاعة اللي هم زعماء مكة. طب يطردهم ازاي؟ اول شيء محتاج حليف قريب ومحتاج حليف بعيد. الحليف القريب هم الصعاليك. فاكرين الصعاليك اللي اتكلمنا عليهم قبل كده؟ الصعاليك اللي هم القبائل طردتهم عشان ارتكبوا جرائم، أو أبناء لما يكون مثلا واحد من مكة نام مع جارية حبشية أو سوداء وجاء ابن مش عايز ابنه ينتسب إليه وهو أسود، عنصرية، فيطردوه. فالمهم اتجمعوا الصعاليك دول وكان ليهم مركز معين. ايه مركز الصعاليق؟ كان جبل اسمه تهامة، يعني بين مكة والمدينة كده. فقصي جاب الصعاليق دول عشان يساعدوه في هزيمة خزاعة، وراح جاب القبيلة اللي هي أمه كانت متجوزة منهم، قبيلة قضاعة، اللي هم القبائل العربية اللي كانوا حلفاء للشام، كانوا حلفاء للدولة البيزنطينية. وركز معايا في حلفاء الدولة البيزنطينية دي لأن فيها سر وفيها مفتاح لقصة بداية الإسلام.
متحالفة مع الدولة البيزنطية وبتحارب معاها في حروبها ضد الفرس. هي دي البداية، وهو ده التحالف اللي هيظل قائما، وهو ده اللي يفسر كلمة قريش، أي التجمع أي التحالف. ترجمتها بالروماني هتبقى أو باللاتيني فودراتي، يعني القبائل المتحالفة مع الدولة البيزنطينية. فالمهم قصي قدر بمساعدة الصعاليك وقبيلة قضاعة انه يطرد اصحاب سكان مكة الاصليين اللي اسسوها خزاعة، ويخلي قريش بس هي اللي لها السيطرة على. وابتدى الراجل يعمل اصلاحات الحقيقة بقى في مكة خطيرة جدا. ابتدى يحفر ابار، ابتدى ينظم الحج باسلوب منظم، وعمل حاجة اسمها دار الندوة، كأنه برلمان. برضه فكرة جاية من بيزنطة، مش حد في العرب كان يعرف يعني ايه برلمان، وتجيب 10 قبائل وكل قبيلة يبقى لها ممثل في البرلمان، والتصويت يكون بالإجماع. حاجات حديثة جدا، وعلى فكرة حاجات كويسة. يعني واحنا بنقرأ تاريخ الإسلام وبنقول إن كان قبل الإسلام كان جاهلية وما كانوش يعرفوا حاجة وعصر الظلمات والإسلام هو اللي جه نور، مش حقيقي. كان فيه بدايات تأثر بالثقافات الأخرى جابت ثمارها. وقصي وغيره على فكرة هيجي بعد كده أمية، برضو كان ليه قصة مع الشام ورجوعه من الشام، عمل في التجارة شغل كويس جدا، وفي التحالف مع الشام شغل كويس جدا، هتستفيد منه الدولة الأموية فيما بعد لما تيجي تأسس سلطانها. طيب قصي عمل دار الندوة، وإدى كل بطن من بطون قريش، كل بطن من بطون قريش هم 10 بطون، اداله مقعد في برلمان مكة اللي هو اسمه دار الندوة، واداله وظيفة في الحج. انت عليك السقاية، انت عليك الراية، انت عليك اللواء، انت عليك الوفاء. كل فريق استفاد من موضوع الحج، فكان فيه شيء جميل. دي قصة يعني هو هذا هو الأسلوب اللي قدر يتخلص بيه من خزاعة. في طبعا أسطورة بتتحكي وموجودة للأسف في كذا كتاب من كتب تاريخ الإسلام، إن قصي اشترى الكعبة من أبو غباش اللي هو من قبيلة خزاعة اللي كان معاه مفتاح الكعبة. اشترى الكعبة بإيه؟ بيقول لك بإزازة خمرة جايبها من الشام. يعني حاجة لذيذة جدا، يعني إن الكعبة تمنها كان إزازة خمرة. بس دي حطها على جنب كده من إيه؟ من الأساطير يعني. بس بوريك مثال إن التاريخ الإسلامي كان بيتكتب أحيانا بإيه؟ بعته. أي حاجة، اكتب أي حاجة في رغيف وخلاص. الكعبة اشتراها قصي بإزازة خمرة. كلام فارغ طبعا. بقت قصي ابتدى يفتح أبواب التجارة مع الشام، وده اللي خلى مكة بقى. ابتدى يعمل تحالفات مع القبائل اللي هو في طريقه وهو رايح للشام كده. ونفس الخط ده أخده هاشم ابن عبد مناف فيما بعد. هاشم اللي هو الايه؟ جد محمد، وجد بقى الهاشميين وجد العباسيين. حصل خلاف بين هاشم وابن أخوه أمية ابن حرب. ما تعرفش بقى الأصول، القصة بتتحكي بسرعة قوي إن حصل تحكيم، والتحكيم حكم على أمية بأنه يسيب مكة 10 سنين ويروح للشام منفى، يعني كأن الشام منفى، رغم أن الشام دي كانت يعني مركز الحضارة في الوقت دون. فال10 سنين اللي قضاهم أمية في الشام دول، ولما رجع برضو قلب الموازين، وفجأة هو اللي أخذ موضوع التجارة. بس قبل كده المفروض أن هاشم عمل حاجة اسمها الإلاف اللي القرآن بيتكلم عنه في السورة بتاعة الإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إيه قصة الإلاف دي؟ في بقى كذا يعني جواد علي بيحكيها في كتاب المفصل في تاريخ العرب، وكتاب التاريخ الإسلامي بقى من طبري للمنمق في أخبار قريش ابن حبيب وغيرهم، بيقولوا إن هاشم
عمل تحالف مع كل القبائل من مكة إلى الشام إن محدش يهجم على القوافل، وسافر لحد الدولة البيزنطينية نفسها وراح كابادوكيا اللي هي في تركيا، وقابل الإمبراطور البيزنطي نفسه وعمل وخد منه خطاب أمان إن قوافل قريش تمر بأمان في داخل أراضي الدولة البيزنطية. طبعا ممكن جدا جدا يكون لقاؤه بالإمبراطور أسطورة، بس أكيد فيه شيء من الحقيقة في الموضوع، إن هو ارتباط معين بين قريش وبين الدولة البيزنطية. ممكن يكون قابل بقى يعني رئيس حي، أو قابل القائم بأعمال مدينة، أو يعني حد من قواد الجيش، مش لازم يكون الإمبراطور ذات نفسه يعني. بس هو ده لغز مكة ولغز قريش ولغز الإسلام، هو البحث عن التحالف مع الدولة البيزنطية. هو ده السر والمفتاح انك تفهم لغة القرآن، انك تفهم كان فيه ايه، القبائل دي توحدت ازاي وعلى اي اساس. فالمهم المفروض يعني هاشم رجع لمكة ومعاه الاتفاق دون، واصبحت مكة بقى مكان ثري، لان خلاص التجارة بقى رايحة جاية والطريق آمن، وبني هاشم استقر لهم الأمر لفترة لحد ما أمية رجع من الشام، وكان هو اللي عمل الاتفاقات الأحسن مع دولة بيزنطة، وهو اللي مسك التجارة، وبني هاشم ابتدوا يعني إيه يقل سلطتهم، لأنهم ركزوا على حكاية سقاية الحجيج والرفادة، وما ما ركزوش في التجارة قوي، فافتقروا. كان في محاولات بقى من ساعة قصي مرورا بهاشم حتى بعبد المطلب نفسه إن القبائل العربية بتاعت الجزيرة العربية دي كلها تتحد وتبقى كيان واحد، لكن ما نفعش. والدكتور سيد القمني بيتكلم عن الموضوع دون في كتابه الحزب الهاشمي، إن فكرة اتحاد قبائل العرب ويبقى ليهم ملك واحد دي كانت مستحيلة، لأن كل قبيلة عايزة الملك يبقى منها، وعايزة يبقى مركز الملك يبقى فيها. طيب مين اللي يقدر يوحد كل العرب؟ ايه المقومات اللي المفروض تكون عند الراجل دون علشان يوحد كل العرب؟ ايه اللي ما كانش عند قصي، وايه اللي ما كانش عند هاشم، وايه اللي ما كانش عند عبد المطلب، وما كانش عند أمية، بس كان عند محمد؟ أول شيء، أول كتاب عربي، أول كتاب باللغة العربية، كتاب مقدس اسمه القرآن. ده بيدي هوية لحد النهاردة طبعا لكل العرب ولكل المسلمين، كانش موجود قبل كده، فهو جاب لهم حاجة. اتفضل، كتاب كامل. تاني حاجة، أسطورة التأسيس. أسطورة أي دولة بتتأسس محتاجة أسطورة تأسيس. فكل قبيلة كانت في العرب ليها أسطورتها الخاصة بها بقبيلتها هي، لكن ما كانش فيه أسطورة تجمع كل العرب في هوية واحدة. لكن محمد جه وقال لهم أبونا إسماعيل، جدنا إبراهيم، وادي القصة. فده الشيء الثاني. الشيء الثالث، الطقوس التي تجمع الجميع، ربط الحج بإبراهيم بالله الواحد. برضو فكرة جديدة عبقرية جدا، أنه يخلط حاجات من القانون اليهودي والشريعة اليهودية، حاجات من الفكر المسيحي مع الوثنية العربية. ولذلك أنه هو ما غيرش حاجة في طقوس الحج، زي ما هي بالظبط، من لبيك اللهم لبيك للطواف، للتمسح بالحجر الأسود، لتقبيل الحجر الأسود، السعي بين الصفا والمروة، كله ما سابش طقس من طقوس الحج الوثنية إلا وحطها في الإسلام. فده برضو يعني عامل ربط الناس ببعض. وأهم نقطة طبعا إنه هو الوحيد اللي
أشعل الجزيرة العربية كلها حروبا. كان في حروب طبعا قبل محمد في الجزيرة العربية، لكن الحروب دي كانت محدودة حول بئر ماء، الثأر لموت ناقة، الثأر لموت لضرب امرأة، الحاجات اللي هي البسيطة اللي هي حرب محدودة يروح، أو حروب الإغارة اللي هو بس بيغير على قبيلة ياخد يسبي منها شوية ويبيع بتاع في سوق العبيد يستفيد. لكن محدش كان عنده الطاقة إن هو يحارب في كل الجزيرة العربية. لكن محمد هو أول واحد عمل الحرب الشاملة في الجزيرة العربية، والحرب الشاملة دي كانت هي اللي صهرت القبائل في بعضها، وإن هو ربط بعبقرية شديدة جدا فكرة الحرب المقدسة بالاستفادة في حياة الدنيا. يعني مش بس يعني هو حط المقاتل في موقف انت كده كده كسبان، انت كده كده كسبان، مت هتروح الجنة ونعيم الخلد وجواري وكواعب أترابة واللي انت عايزه. ما متش وكسبت الحرب هتاخد غنائم وهتتقسم، هتاخد سهم من الغنائم، وبرضه هتاخد ستات مش بطالين برضه من القبائل اللي نغزوها، خاصة بقى لما الموضوع تطور ودخلوا في أراضي الروم بقى النساء الشقراوات كان لهم حتى سعر أغلى. هو ده تراثك. عايز تنقي ايه بقى من التراث ده؟ يا اما تقول ان الكلام ده كله لا ينتمي لتاريخي وما اعرفوش، يا اما تعترف ان هو ده اصل داعش، وهو ده اصل المشاكل اللي احنا عايشينها دلوقتي. علشان محمد يحتفظ بالقوة في الجزيرة العربية كان لازم يتخلص من اي حد يرفض هيمنته على الجزيرة العربية. وهنبقى نتكلم في الموضوع ده باستفاضة أكتر فيما بعد، بس هديكم مثال بسيط جدا في تعامله مع اليهود. يعني قصة إبراهيم وإسماعيل بدايته ولضموا فيها، كان هو بيتحرر من أهل مكة اللي رافضينه وبيجيب مثال إبراهيم، فيجي يحكي قصة إبراهيم فيحكيها بأسلوب يختلف عن العهد القديم. إبراهيم في العهد القديم خرج من مدينة أور في العراق ورايح لكنعان، خد أبوه معاه، ما كانش معاه مشاكل مع أبوه خالص، وأبوه اللي هو في العهد القديم اسمه تارح مات في الطريق في حران. لا، محمد بقى ياخد القصة ويخلي أبو إبراهيم كان بيصنع أصنام، وهو عايز بقى يجيب قصة تشبه قصته مع بتوع مكة، فخلى إبراهيم عنده مشاكل مع أبوه وبيتخانق مع أبوه، وأبوه بيصنع أصنام وقومه معذبينه، فيجي إبراهيم يعافر مع قومه ويجيب ياخد فاس ويكسر الأصنام بتاعت قومه ويعلق الفاس في رقبة كبيرهم ويستهزئ بقى ويقول كبيرهم هذا هو اللي عمل كذا، فياخدوا قومه ويحطوه في النار. فربنا يتدخل ويعمل معجزة ويقول يعني يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. محمد جاب القصة دي منين؟ القصة دي مش موجودة في التوراة، مش موجودة في العهد القديم، ولا قصة إبراهيم والنمرود موجودة في العهد القديم، بس موجودة في كتب تفاسير يهودية تانية. كتاب اسمه المدراش، خاصة مدراش ربة، كان موجود عند اليهود العرب وكان يعرفوا السريان. هو ده اللي فيه قصة الأصنام واللي فيه قصة النار، بس طبعا مش بنفس الحكاية. ومحمد حط برضو البهارات بتاعته عشان تبقى القصة شبيهة قصته مع قريش. هو عايز يقول لقريش خلي بالكم أنا ممكن أكسر لكم الأصنام بتاعتكم. الكلام ده كان في مكة، لسه ما كانش لسه راح المدينة. فلما بيحكي القصة دي هو بيهددهم ان انا لو عندي القوة هكسر. ولما رجع بعد كده فتح مكة بقى يكسر الأصنام، يعني تيمما بقى بإبراهيم. ولما داعش راحت الموصل وراحت متحف نينوى راحت مكسرة الأصنام تيمما بمحمد. هذه هي القصة كده. وتقول لي عايز تنقص التراث وابن تيمية هو السبب؟
والبخاري هو اللي عك الدنيا؟ لا يا حبيبي، هو ده الأصل، هو ده اللي انت مصمم وتقول ايه كله الا رسول الله. بسبب ان انت بتقول كله الا رسول الله انت بتساعد بقى داعش وبتساعد التانيين، ان انت بتحرم الناس ان هي تنتقد الكلام ده وتقول الكلام ده اصله جاي منين. فمحمد في البداية كان بيحاول يتنصل من مكة وزعلان منهم وبيقرب من اليهود، ولما هاجر المدينة في الأول ابتدى ياخد من اليهود. خد عندك بقى كلمة شريعة جاية من كلمة هلخة اللي هي القانون اليهودي، بنفس المعنى على فكرة، الطريق الشريعة هلخة. خد منهم بقى الطقوس اللي انت عارفها كلها، طقوس الطهارة كلها، الوضوء، فكرة الصلاة نفسها، تحريم أكل الخنزير، المحيض، وحتى القبلة ان هو يصلي في اتجاه القدس. بيحاول يتقرب ليهم بأي شكل. قالوا له شكرا مش عايزين، احنا عندنا ديانتنا احنا بنعتز بيها ومش عايزين. شوية وراح قالب عليهم. وهنكمل في الحلقة الجاية بقى ازاي التحول ده حصل في علاقة محمد مع اليهود، ولسه مأثر على فهمنا لتاريخ اليهود ومشاكلنا مع اليهود لحد النهاردة. نراكم في الحلقة القادمة. تابعونا على حامد.tv في قناة اليوتيوب الخاصة بينا، وعلى الفيسبوك صندوق الإسلام.